تخيل كده انك مريت بتجربة وطلعت على حاملة طائرات. دي مش سفينة عادية، دي مدينة كاملة ماشية فوق المية، معاها طائرات مقاتلة ومروحيات وصواريخ ورادارات، وكل ده بيتحرك في المحيط. في أوائل القرن العشرين، في الوقت اللي الطيارات كانت لسه فيه بدأت تظهر، اتبقى فكرة كبيرة في دماغ البحارة: ازاي نخلي الطيارات توصل لأي مكان في عرض البحر. ما كانش كفاية ان الطيارات تقلع من على الساحل، البحر محتاج منصة تتحرك. أول المحاولات كانت بسيطة، أخدوا سفن تجارية أو سفن حربية قديمة، عملوا عليها منصات صغيرة عشان الطيارات تقدر تقلع من عليها. الحاجات دي كانت تجريبية، لكن كانت بداية الفكرة. الخطوة اللي غيرت اللعبة كانت لما ظهر أول سطح طيران كامل للطيران العادي، السفينة البريطانية HMS أرجوس سنة 1918. السفينة دي كانت مختلفة عن أي حاجة قبلها، لأنها اتصممت بحيث الطيارات تقلع وتركب على سطح بطول كامل من غير ما يكون في أجزاء منع في النص. دي كانت ثورة صغيرة بس مهمة، لأن أول مرة نقدر نشغل طيارات ذات عجلات على ظهر سفينة. بعدها الدول الكبرى بدأت تنافس، أمريكا حولت سفن تانية وبدأت تتطور حاملات طائرات، واليابان كمان شغلت أفكارها في نفس الموضوع. الفكرة الأساسية كانت واضحة: بدل ما تحرك أسطول كله ناحية الهدف، تقدر تحمل قاعدة جوية متحركة. وده غير مفهوم القوة البحرية للأبد. لما قامت الحرب العالمية الثانية، الموضوع اتطور بسرعة، الحملات بقت قلب أي معركة بحرية، معاها الطائرات بتاعتها. بدل ما البوارج الثقيلة تبقى الحاكم، بقى في حد تاني بيتحكم من بعيد، الطيار اللي طاير من فوق ظهر الحاملة. طبعا حاملات الطائرات في الأربعينات كانت أنواع الحاملات الكبيرة السريعة اللي بتكون القوة الضاربة، بتحمل عشرات الطائرات سواء مقاتلات أو تأمين أو غواصات انقضاض. وظهر نوع تاني، الحاملات الصغيرة، دي كانت أرخص وأصغر، بتستعمل لحماية السفن في القوافل أو لدعم العمليات البرمائية. تحولات كتير في التصميم. بعض الدول ضمت درع على سطح الطيران بتاعها عشان تحمي من الضربات، وبعضها ضمت مساحات أكبر للطائرات على حساب الحماية. من ناحية الدفع، أغلب الحاملات الكبيرة كانت شغالة بتوربينات بخارية بتستهلك نفط بكميات كبيرة، وده معناه ان الحاملة سريعة نسبيا، بتوصل لسرعة عالية تقدر تخلي الطيارات تقلع بسهولة، لكن مدى عملها كان محدود بكمية الوقود والمهمات اللوجستية. عندك قاعدة جوية متحركة وقوية، لكن لازم تديرها بعناية، امداد ذخيرة وصيانة الطائرات كل شوية. كمان نظم الاقلاع والهبوط تطورت من منصات بسيطة ومناظير مساعدة لحد ما ظهر استخدام حبال الاعتراض اللي بتوقف الطيارة عند الهبوط. وكمان نشوف بداية استخدام الكتابلت اللي بيدفع الطيارة بقوة عشان تطلع بسرعة من سطح قصير. التطور ده حسن قدرة الحاملات على تشغيل طيارات أثقل وبماديات أكبر. كل بحرية كان لها فلسفة مختلفة. البريطانيين مثلا فضلوا الحماية على السطح في بعض الفئات، الأمريكان فضلوا زيادة عدد الطيارات والسعة، واليابانيين خفضوا الحماية علشان يزيدوا سرعة وحمولة الطيارات. النتيجة كانت إن كل طرف بيختار مين يستهدف، الاستمرارية والبقاء ولا الضربة القاضية بالعدد الكبير من الطيارات. بعد ما عرفنا تاريخ الحاملات ودورها في الحروب، لازم نفهم إن في فرق كبير بين أنواعها من حيث الدفع، أو بمعنى تاني إيه اللي بيشغل الوحش ده في البحر. أول نوع الحاملات التقيلة. الحاملات التقليدية شغالة إما بمحركات ديزل قوية أو توربينات غازية. الميزة تكلفتها أقل، صيانتها أبسط، وقطع الغيار متوفرة أكتر. العيب مدى حركتها محدود، لازم توقف كل فترة عشان تزودها بالوقود. من الأمثلة الحديثة على النوع ده حاملة الطائرات البريطانية HMS كوين إليزابيث، واحدة من أحدث وأكبر السفن في تاريخ البحرية البريطانية. الحاملات النووية فهي قصة تانية خالص، قلبها بيتحرك بمفاعل نووي بيولد طاقة هائلة. الميزة الأكبر ممكن تمشي سنين كاملة من غير ما تحتاج نقطة وقود واحدة، وسرعتها وثباتها في أصعب الظروف بيخلوها مثالية لأي قوة عسكرية عايزة سيطرة عالمية. لكن الحاملة مش قوية لمجرد حجمها أو نوع وقودها، السر كله في نظام الإقلاع اللي بيخلي الطيارات تقلع من مدرج قصير جدا وسط البحر. نظام القفز للأعلى بيكون فيه انحناء في أول المدرج، وكأنك بتدي الطيارة قفزة للأعلى عشان تساعدها تقلع. النظام ده مستخدم في حاملات زي كوين إليزابيث البريطانية، ممتاز للطائرات الخفيفة أو اللي بتقلع من مسافات قصيرة. نظام الإقلاع البخارية
أو الكهرومغناطيسية بيعتمد على إقلاع ضخم. زمان كان بخاري، ودلوقتي في الأجيال الجديدة بقى كهرومغناطيسي. الميزة تقدر تطلق طيارات ثقيلة زي طائرات الإنذار المبكر أو طائرات المحملة بالكامل بالذخيرة والوقود. كل نظام له مميزاته وعيوبه، لكن في النهاية اختيار النظام بيعتمد على استراتيجية الدول نفسها وحجم قوتها في البحر. حاملات الطائرات مش كلها نفس الحجم، في تصنيفات بتفرق بينها وكل نوع ليه هدفه في المعركة. الحاملات العملاقة سوبر كاريرز هي الأضخم على الإطلاق، زي جيرالد آر فورد الأمريكية. الوحش ده يقدر يشيل أكتر من 75 طيارة مقاتلة ومروحيات وطائرات دعم. دي مش مجرد سفينة، دي قاعدة جوية عامة بقوة دولة كاملة. الحاملات الخفيفة لايت كاريرز أصغر وأرخص في التشغيل، لكن قدرتها على حمل الطائرات أقل، زي الحاملة الإيطالية كافور، مناسبة للعمليات الإقليمية أو كدعم الأساطيل أكبر. حاملات المروحيات هليكوبتر كاريرز، فمصممة أساسا للمروحيات الطائرات العمودية زي اليابانية إيزومو، وتستخدم في المهام الإنزال البحري والبحث والإنقاذ أو دعم القوات البرية. التكنولوجيا ما بتقفش، والحاملات الحديثة بتشهد قفزات كبيرة. دلوقتي في أنظمة طائرات بدون طيار بتقدر تقلع وتهبط من على حاملة وتنفذ مهام استطلاع أو ضربات دقيقة من غير طيار بشري. كمان بدأوا يضيفوا أنظمة دفاعية ليزرية ورادارات متقدمة تقدر تكشف التهديدات على مدى أكبر بسرعة أعلى. بعض الدول بتبني حاملات تقدر تحمل طائرات ثابتة جناح ومروحيات هجومية في نفس الوقت عشان تبقى مرنة لأي نوع من المهام. والاتجاه الجديد واضح، حاملات أصغر لكن أذكى بأسلحة دقيقة، تقنيات شبحية تقلل بصمتها على الرادار، وقدرة على الضرب بسرعة قبل ما العدو يعرف هي فين. من أول فكرة بسيطة في أوائل القرن العشرين لما كان هدفهم يخلوا الطيارات توصل لمناطق بعيدة وسط البحر، لحد يومنا ده حاملات الطائرات بقت رمز لقوة الدول العظمى. وبدأنا بتعديلات على سفن قديمة ووصلنا لأول حاملة فعلية HMS أرجوس سنة 1918، واللي كانت شرارة بداية ثورة في الحروب البحرية. بعدها جت الحرب العالمية الثانية وخلت الكل يشوف إن الحاملة مش رفاهية، دي أساس النصر. معركة ميدواي أثبتت إن الطيارات اللي بتطلع من البحر تقدر تحسم مصير قارة كاملة، ومن يومها الحاملات بقت قلب أي قوة بحرية حقيقية. شفنا كمان الفرق بين الدفع التقليدي والنووي. التقليدي زي كوين إليزابيث البريطانية أسهل وأرخص في التشغيل لكن مداه محدود، والنووي زي جيرالد آر فورد وحش بحري تقدر تمشي سنين من غير ما توقف وتتزود بالوقود. اتكلمنا عن أنظمة الإقلاع البسيط والقوي اللي بيطلق طيارات ثقيلة. كل نظام له فلسفة وله دول بتتبناها حسب أهدافها. كمان عرفنا إن الحاملات مش كلها بنفس الحجم، في سوبر كاريرز العملاقة اللي تشيل أكتر من 75 طيارة، واللايت كاريرز الأصغر، وحاملات المروحيات اللي بتخدم في مهام خاصة. أما المستقبل فبيحمل مفاجآت، حاملات بتشغل طيارات بدون طيار، أسلحة ليزرية، رادارات ذكية، وحاملات هجينة تقدر تعمل كل حاجة. الاتجاه دلوقتي إن الحاملات تبقى أذكى وأخف لكن بنفس قوة الكبار، يمكن أقوى. وفي النهاية حاملات الطائرات مش مجرد سفن حربية، برسالة قوية ماشية في البحر بتقول للعالم أنا أقدر أوصل في أي مكان وأحسم أي معركة قبل ما تبدأ. من أيام السفن الخشبية لحد المفاعلات النووية، القصة دي بتحكي طموح الإنسان للسيطرة على البحر.